السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الخير على احلى ناس الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة كيكة شوكولاتة غرقانة بصوص الشوكولاتة، سهلة ولذيذة جدا وبتتعمل كده في حاجات بسيطة. كل الحاجات هتلاقيها موجودة في البيت بدون شوكولاتة، وهتعملها بصوص شوكولاتة اقتصادي جدا. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الكيكة من جوه. بصوا، كيكة هشة جدا وخفيفة نفس الوقت اقتصادية جدا. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. مبدئيا كده انا جايبه اللي هو يعني انا صدمت بصراحه. الكاكاو الاسباني وصل الربع كيلو ل120 جنيه. ادي بصوا، الربع كيلو 120، يعني حق الكيلو ب480. تمام. عندي 2 بيضة، عندي كوباية لبن، فانيليا وبيكنج باودر، وعندي كوباية الا ربع سكر علشان انا هضيف حاجة لصوص الشوكولاتة فيها سكر، وعندي نص كوباية من الزيت، وعندي 3 كوبايات من الدقيق. عندي كيكة شوكولاتة كده هضيفها للصوص بتاعي تضيف له طعم ونفس الوقت تديله قوام كده حلو. زي ما انتوا شايفين هجيب الخلاط وهنعمل اول حاجة صوص الشوكولاتة اللي احنا هناخد منه شوية كده نحطهم على الشوكولاتة على الكيكة من فوق. تمام. مش هضيف البيض دلوقتي، هضيف اللبن وهضيف السكر والزيت وهضيف الكاكاو والفانيليا، هحطها على البيض زي ما انتوا شايفين. هضيف الكيكه اللي احنا جايبينها دي كيكه شوكولاته. تمام. هضيف اول حاجه اللبن زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هضيف السكر والزيت. نعمل صوص شوكولاته عادي خالص. تمام. احط الاول في السوائل كده في الخلاط عشان السكينه تلف معايا. ما ينفعش احط اي حاجه بودر في قلب الخلاط، السكينه مش هتلف معايا. لازم نبتدي بالسوائل الاول. بعد كده هفتح الكيك. ممكن تحطي مثلا اي نوع كيكه شوكولاته تفضليها. ممكن مثلا تحطي مثلا بسكوت، اي نوع بسكوت بالشوكولاته برضو هيدي طعم حلو قوي للصوص بتاعك. هضيف كده 3 وحدات بالشكل ده. لو ما عندكيش الكيكه ديت ممكن تضيفي 3 معالق من اللبن البودره على المقادير دي، على اللبن والسكر والزيت والكاكاو اللي احنا حطيناهم، هيدوكي برضو طعم حلو قوي للصوص بتاعك. هضيف الفانيليا على البيض علشان الزفاره، وهحط دلوقتي 3 معالق من الكاكاو الخام اللي هو الاسباني المر. طبعا الكيكه فيها سكر واحنا حاطين كوبايه الا ربع من السكر، فالصوص هيبقى مظبوط بتاعه السكر بتاعه. تمام. ما تكتريش عن 3 معالق لو انت جايبه نفس نوع الكاكاو دوت، لان ده كاكاو نوع نضيف، مش زي اللي عند العطار. يعني اللي عند العطار ممكن تحطي منه كوبايه ما يبينش طعم الكاكاو، او مثلا يدي طعم كاكاو مش حلو. ده بيديكي، ده 3 معالق منه بيديكي طعم الشوكولاته بالظبط، وانت مش حاطه شوكولاته اصلا. هحط برضو الزيت، عايزه اضيف الزيت من فوق كده وينزل سرسوب على في الخلاط وهو شغال، مش مشكله. عايزه تضيفيه زي ما انا حطيت كده برضو تمام، مفيش مشكله. اركب بقى الخلاط. انا عندي زي ما قلت لكم الموتور بتاع الخلاط فيه مشكله، فركبت الخلاط بتاع العجان زي ما انتم شايفين. هضرب بقى المقادير كلها. هو الخليط مش هيتقل معايا، بس هيبقى قوامه حلو. لما يتحط في التلاجة هيتقل معايا. انا هضرب شويه حلوين كده، وبعد كده هنزل هضرب البيض مع الخليط بتاع الكيك كده في قلب الطبق قدامكم دلوقتي، لان هسيب يعني هدلق كميه كده من الخليط في قلب طبق لان هقلب فيه المقادير، وبعد كده هخلي الباقي في قلب الخلاط، مش هفضيهم في كوبايه ولا حاجه. انا هنا خلصت خلاص. بحط بقى البيكنج باودر ورشه الملح على الدقيق. طبعا 3 كوبايات من الدقيق، حسب نوع الدقيق معاكي. ما يعوز مثلا تزودي او تنقصي، يعني مش هتضيفي كله مره واحده، من زي ما احنا متعودين في الكيكات كده، بتنزلي بالتدريج كده شويه بشويه لحد ما الخليط معاكي يتقل معاكي. تمام. هقلب بقى المواد الجافه كده. طبعا ما ننسيش رشه الملح.
هجيب بقى دلوقتي بولة كده او طبق وافضي فيه الخليط بتاع الكيك. تمام. انا اسفه جدا لو الايموشن مش باين قوي. هاخد جزء من صوص الشوكولاته كده زي ما انتم شايفين في الطبق اللي انا هعجن فيه الكيكه بالشكل ده. الخليط معايا سميك يعني مش تقيل قوي، انا مش عايزاه تقيل قوي، انا عايزاه ينزل صوص كده في قلب الكيك من جوه، يبقى خفيف كده في قلب الكيكه زي ما انتم شايفين. هجيب بقى 2 بيضه وعليهم الفانيليا، هدوبهم كده بالمضرب الاول، وبعد كده هنزل بالدقيق بالتدريج كده شويه بشويه لحد ما اشوف هاخد الكميه كلها ولا لا. تمام. ممكن تعملها كمان ببيضه واحده مش بالتين. هدوب كده بالشكل ده. هنزل بقى بالدقيق كده بالشكل ده كده. طبعا انا حاطه عليه البيكنج باودر، ممكن تحطي كمان ربع معلقه من الكربونات الصوديوم عليها، بتدي اكتر كمان هشاشه في الكيك. بس طبعا لو انتي مش حاطه كيس البيكنج باودر كله زي ما انا حطاه، لو انتي حاطه تحطي كربونات الصوديوم هتحطي ربع نص معلقه من البيكنج باودر، هتحطي ربع معلقه من الكربونات الصوديوم. ده في حاله لو انت عندك الكربونات وعايز تحطيه، بيدي هشاشه حلوه قوي في الكيك الشوكولاته علشان الكاكاو. طبعا هفضل اقلب كده، طبعا باين القوام تقيل معايا. هزود نص كوبايه من اللبن. طبعا القوام ده مش هيتحط طبعا في الكيكه كده، ولسه طبعا كميه الدقيق كلها ما اتحطتش، فهجيب نص كوبايه من اللبن الدافي وهدوبها شويه بشويه. ما عندكيش لبن، كوبايه ميه عاديه خالص وهتزودي بيها الكيك. تمام. احنا طبعا ده ضفنا في الاول كوبايه لبن، والصوص معايا عشان كان تقيل من الكيك اللي احنا حطيناه والكاكاو، فطبعا الكميه ما كفتش. انا حطيت هنا نص كوبايه من اللبن كده الدافي بالشكل ده علشان يبقى القوام بتاعي هش كده في الكيكه. ما تقليش القوام بتاع الكيكه او تخليه يعني اتقل من البشاميل، مش بس هو مش بشاميل عشان تقليه قوي كده. كل ما هتخلي القوام يعني وسط كده هيديكي كيكه هشه كده وخفيفه. دوبي بالراحه بقى علشان اللبن يمتزج كويس بالمكونات بالشكل ده. انا كده خلاص. هجيب بقى الاسباتيلا كده، وهجيب اللي في الجناب وفي قاع العجان علشان اتاكد ان مفيش اي حاجه ما اتقلبتش بالشكل ده كده. الاسباتيلا بتقلب اكتر كمان من المضرب، بتجيب الجناب وبتجيب القاع العجان زي ما انتم شايفين. بصوا قوام كريمي جدا. هجيب بقى البايركس او الصينيه اللي انا عاملها او القالب بالشكل ده. انا دلوقتي شغلت الفرن، ابتديت دلوقتي اشغل الفرن لما قلبت اخر مرحله في المواد الجافه، علشان مش عايزه الكيك يسخن معايا قوي، الفرن يسخن معايا قوي. لو سخنتي الفرن قوي هتلاقي الكيكه تعلى معاكي وتبقى قلبها عجين من جوه، ومجرد ما طلعها من الفرن هتفكريها استوت هتلاقيها هبطت معاكي علشان طبعا الفرن كان سخن. زي ما انت شايفه كده هو باين ان كميه العجينه في الصينيه قليله، لا بس هي هتبقى هشه معاكي وعاليه. انا هوزعها دلوقتي بالاسباتيلا زي ما انتم شايفين بالشكل اللي انت هتشوفيه دلوقتي. هقلبها بالاسباتيلا كده علشان مش عايزه ارتفاع العجينه تبقى حوالي نص الصينيه كده. الكيكه بتبقى تقيله معاكي وما بتعلاش قوي، بتبقى عجين من جوه زي ما انتم شايفين. كل ما هتخلي العجينه خفيفه كل ما هتديكي قوام حلو. هدخلها بقى الفرن ونيجي مع بعد ما تطلع من الفرن هنشوفها دلوقتي. ادي الكيكه ما شاء الله هشه جدا وبسيطه لسه سخنه. طبعا عندي ربع كوبايه من اللبن كده، بغرز الكيكه كده بالشكل ده علشان صوص الشوكولاته ينزل في قلبها واللبن ينزل لو انت عندك لبن او كده. انا عندي ربع كوبايه باقيين من المكونات اللي كانت عندي، فهدلقهم هحطها دلوقتي على الكيكه، وبعد كده هصب الخليط بتاع الصوص هينزل برضو في الاخرام دي، هيخلي الكيكه جوسي كده من جوه وهشه وخفيفه. بصوا ربع كوبايه بالظبط لبن دافي من غير سكر ولا اي حاجه. بصوا لو عندك اكتر من كده حطي براحتك، بس انا اللي كان عندي هم دول. استنى بس 5 دقايق كده اللبن يتشرب الكيك بتاعي، وبعد كده هنزل بالصوص بتاع الشوكولاته. تمام.
الاخرام اللي احنا عاملينها دي هتخلي الصوص ينزل في قلب الكيكه كده، اكنك يعني مسياها كده ومشرباها. بصوا انا مخليه الصوص خفيف شويه علشان ينزل ما بين الكيكه كده، اكنك ساياها شوكولاته. طبعا زي ما قلت لكم الكاكاو اللي احنا حاطينه طعم الشوكولاته كله، يعني اكنك حاطه شوكولاته خام. تمام. طبعا انا هحطها بس في التلاجة تهدى بس لمدة مثلا ربع ساعة كده ونقطعها مع بعض. بس هزينها بس التزيين بسيط كده. ممكن تحطي عليها شوكولاتة شيبس، ممكن تحطي عليها كريز، ممكن تحطي عليها اي حاجة عايزة تزينها بيها. ممكن تكتفي بكده، هي كده شكلها حلو. انا هحط عليها قطع شوكولاتة تانية، كيكة شوكولاتة اللي هي الشوكولاته اللي انا كنت حطاها في الصوص. هقطع قطع كده واحطها عليها من فوق كشكل بس، هي مش محتاجه اصلا تزيين. بس هي عايزه تستنى بس شويه تهدى كده، عشان هي لسه طبعا سخنه من جوه. انا هزينها دلوقتي بالكيكه زي ما قلت لكم، وبعد كده هسيبها تهدى شويه وبعد كده نقطعها مع بعض. طبعا برضه هتبقى دافيه بس مش مشكله. هجيب الكيك دلوقتي واقطعها قطع صغيره كده. طبعا اللي وصل معايا لحد الدقيقه دي فضلا لو لسه امر اني يحط لي لايك واشترك في القناه لو ما اشتركتيش، وتكتبي تعليق حلو قوي زي كده، وتصلوا على النبي في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. انا هحط كده قطع الشوكولاته زي ما انتم شايفين. معلش كنت بقطع بس قطع الشوكولاته قطع صغيره كده كشكل بس مش اكتر. طبعا كل اللي بياخد قطعه كده بيقوم واخد القطعه الكيكه من فوق عليها، من فوق يعني اللي ياخد قطعة شوكولاتة كيكة يعني ياخد قطعة من فوق صغنونة عليها كمان، خلي طعمها حلو. لو ما عندكيش كيكة من دي ممكن تحطي شوكولاتة شيبس، ممكن ما تحطيش حاجة خالص زي ما قلت لك، وهي مش محتاجة اصلا. هي ما شاء الله من جوه شوكولاتة في شوكولاتة، ف مش عايزة حاجة تانية غير كوباية شاي كده او كوباية نسكافيه. هنيجي مع بعض بقى نقطعها ونشوف الكيكه من جوه، طراوه الكيكه كده وهشان الكيكه عامله ازاي من جوه. طبعا انا زي ما قلت لكم، انا اول اللي بيتفرج عليا عارف ان انا يعني ايه، ما بسيبش الحلويات تبرد على طول، خصوصا الكيكه لازم اقطعها وهي سخنه. هقطع الكيكه. بصوا السكينه بتجري في الكيكه ازاي من هشان الكيكه. كيكه هشه جدا من غير ما تسقيها ولا اي حاجه، يعني يعتبر ربع كوبايه لبن، مش تسقيه ولا حاجه، يعني حاجه بسيطه. بس هي كيكه هشه من جوه طبعا، عشان احنا متقلناش عجينه الكيكه من جوه. تعالوا نشوف الكيكه، تعالوا نشوف هشاشة الكيكه كده من جوه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا هي لسه دافيه، والمستحب للكيكات الكيكه بالذات عامه والبسبوسه بتتساب لما تبرد. بس طبعا انتوا عارفين ان ريحه الحاجه دي وهي في الفرن كده بتبقى تشداكي، عايزاكي تاكليها كده وهي سخنه. فانا بيبقى عندي حب استطلاع كده اكلها وهي سخنه كده واشوف طعمها ايه. طبعا كيكه الشوكولاته ما ينفعش تتساب اصلا تبرد. زي ما انتوا شايفين هشاشة الكيكه عامله ازاي، وشايلاها كده على السكينه بتاعت الحلويات، اكني مش شايله حاجه خفيفه كده وهشه واسفنجيه، رغم ان انا ما حطيتلهاش غير ربع كوبايه لبن بس. بصوا كيكه تحفه، الصوص بتاعها نازل من جوه حاجه كده فظيعه. طبعا ما حطيناهاش شوكولاته خالص، هي كلها 3 معالق كاكاو اتعمل الصوص بتاعها وطلع معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
لو انت ما عندكيش الشوكولاته اللي احنا حطيناها، كيكه الشوكولاته اللي احنا حطيناها، لو مش عندك كيكه الشوكولاته دي ما تحطهاش، ما فيش مشكله. ممكن تحطي مكانها 3 معالق كريم بتاع ده لبن بودره، او 3 معالق كريم شانتيه، يديكي نفس الطعم ده في الصوص على طول زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى نشوف كده الطعامه والخفيه والحاجات الجوسي التحفه دي. بصوا شاربه صوص شوكولاته، بصوا ايه غرقانه. يا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسوش بقى تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه لو عجبتك القناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.